يلا نفتح النار على الجميع. يلا نفتح النار على الجميع. ده اهم فيديو ليا في تاريخي، اهم كلام هقوله في تاريخي. والكلام ده زي ما هو متعلق بمصر كلها، فهو متعلق بالقرية اللي انا موجود فيها او المكان اللي انا موجود فيه، وهي راس الخليج، وبالدكاترة اللي موجودة للأسف في راس الخليج، للأسف في راس الخليج. ايه ده؟ هتتكلم على زمايلك؟ والله يا عمري ما اتكلمت عن حد، انما هذه الافعال اللي بتضطرني ان انا اتكلم. للاسف دكاتره من راس الخليج، للاسف، وهم عارفين نفسهم كويس، ومرضاهم عارفينهم كويس، وانتوا كمان عارفينهم. لما انا هقول لكم دلوقتي هم بيعملوا ايه، والكارثه اللي احنا داخلين عليها ايه بسببهم وبسبب اطباء امثالهم، سواء في مصر او في اي مكان تاني من الدول بقى بتاعت العالم السابع، ال17 وال18 وال20 والمليون، اللي لسه ماشيين بطب الحكشة، اللي لسه ماشيين بالعبط، اللي لسه ماشيين بشغل السوق. ودي احشي، اكتب روشتة قد المطرحة ويلا، ده ما ينفعش ده ينفع. يا جماعة الخير، في عقار انا كاتبهولك فوق، لو مش عارف تقرا اسمه، هو اسمه اللاينزولايد او الافيروزوليد. الافيروزوليد ده يا جماعه هو خط الدفاع النهائي او شبه النهائي حاليا ضد اي بكتيريا مستعصيه على المضادات الحيويه. يعني احنا عندنا كل المضادات الحيويه الحاليه، الاوجمنتين اللي هو الاموكسيلين كلافيولينيك اسيد، الازيثرومايسين اللي هو في الزيثرون والزيثروماكس وما الى ذلك، السوبراكس، السيفيكزيم والسيفترايكز والحاجات دي اللي هي شائعات الاستخدام كلها تقريبا بقى فيه منها يعني كتير بقى ضده مقاومه من البكتيريا اللي موجوده النهارده. تمام، كويس قوي. فاحنا عندنا نوع عاينينه بقى، مخبيينه، شايلينه، عشان لا قدر الله لو في اي بكتيريا كانت مقاومه لكل المضادات دي وجربناها كلها نبقى نكتبه. او لو عملنا مزرعه وتاكدنا بما لا يدع مجال للشك ان كل المضادات الحيويه دي البكتيريا مقاومه ليها، نبقى نستخدمه في الاخر، وهو اللاينزولايد. لاينزولايد، كلمة لاينزولايد اللي فيها دي اللي هي بالاسم التجاري افيروزوليد، كلمة لاين اللي فيها دي معناها ان ده اخر لاين. طب هيحصل ايه لو استخدمناه؟ ايه اللي هيحصل؟ ان البكتيريا هتبقى مقاومة لكل المضادات الحيوية دي، كل المضادات الحيوية دي بما فيها اللاينزولايد. وفي النهاية دور بكتيري بسيط ممكن يموتك. لو رايح تعمل عملية ولا حاجة وجات لك بكتيريا مقاومه وانت خلاص جسمك بقى والبكتيريا اللي في جسمك اخذت عليه، يموتك. الله يرحمك. البشريه كلها ستنقرض في ظرف يعني سنين بسيطه جدا. هترجع امراض قديمه زي الطاعون اللي علاجه النهارده في منتهى البساطه، في منتهى اليسر، هيرجع يحصد ارواح الناس تاني. لو واحد راح يعمل عمليه هيبقى كانه رايح يعمل عمليه انتحاريه، مش رايح يعمل عمليه يخف بعدها نقول له شفيتم، لا، نقول له الله يرحمك. انت رايح تعمل ايه؟ جرح ملوث، والله يرحمك. زي قبل ما العالم فليمنج يكتشف المضادات الحيويه والبنسلين في اول حاجه. يا جماعه سوء استخدام المضادات الحيويه كارثه. طيب يلا احكي لكم قصه. طب ليه انا متشنج كده؟ يلا هحكي لكم. للاسف جالي حالات كتير منهم اصلا ما كانش عندها اي عدوى بكتيريه من الاساس اصلا، عشان يكتب لها مضاد حيوي، كلها كانت فيروس وما ارتحتش. يعني ادينا لها الافيروزولايد او اللاينزولايد اللي هو المضاد الحيوي الشرس ضد البكتيريا، وهي عشان ما كانش عندها بكتيريا اصلا، وكل اللي كان عندها كان فيرال بس عايز سبورتيف تريتمنت محترم، ما ارتاحتش. كل اللي خدته من الدواء ده انه قتل البكتيريا النافعه اللي موجوده عندها وخلق مقاومه للمضاد الحيوي ده. اتكسفوا
لهم ان يعني بجد بجد اذا كانت الحاجات دي، طب هم بيدوا ليه؟ طب يعني تعالى يعني نسأل سؤال كده، يعني هم بيدوا ليه؟ هم بيدوه عشان يحصل تحسن سريع ونصيد، رغم انه المفروض انسانيا. انا ما بكتبوش، انا عندي في العياده كتبته 3 مرات او 4 مرات في حياتي كلها. 3 مرات منهم في مزرعه، 3 مرات بمزرعه، ومره كان جرب كل مضادات الحيوان ما كانش فيه تحسن. كل المضادات جربها ما كانش فيه تحسن. كان عنده التهاب في الباروتيد جلاند، التهاب في الباروتيد جلاند، اديتها له خف. بس بعد ما جرب معظم المضادات الحيويه، على الاقل واحد من كل فاميلي، وما ارتاحش. ساعتها اضطرينا. انما واحد جاي لي، واحد ما عندوش حاجه، والله ما عنده حاجه اصلا، سخن وجاي له بيكح، ما فيش عنده اي حاجه اصلا، ولا في صديد ولا في اي حاجه، ولا فيها بكتيريا اساسا، وجاي لي من عند ناس من اللي انتوا عارفينهم، يعني اللي بيكتبوا الروشتات المطرحه، انتوا عارفينهم انتوا بروشتات المطرحه. مش هتكلم عن اسامي، يعني مش روشته مطرحه كبيره كده بتاعت اللي ده ما ينفعش ده ينفع، وما خفش ما خفش ما خفش ما خفش. يعني انتوا ضرتوهم بدون ما تفيدوهم، خدوا الضرر فقط. يعني يا ريتهم كان عندهم بكتيريا مثلا وراحت، اذيتوهم، بس اذيتوهم لا اكثر ولا اقل، اذيتوهم فقط، اذيتوهم. هو ده اللي هيشغل؟ يعني برضه بتساءل سؤال، هو ده اللي هيشغلكم؟ يعني هو ده اللي هيشغلكم؟ هو ده اللي هيشغلكم؟ ما هو الناس اصلا زهقت من مستواكم الرث الضحل بهذا الشيء، حتى ضمائركم ماتت. يعني حتى ضمائركم ماتت. انا ما بتكلمش عن حد معين، اللي بيعمل الكلام ده هو عارف نفسه، والكلام ده خلاص خده على نفسك. انتوا خلاص ضمائركم ماتت، يعني خلاص ضمائركم ماتت. طب هل كده انتوا هتشتغلوا اكتر؟ يعني يعني انا معلش، انا واحد قد حفيدكم، انا معلش، انا لو عندي عياده وفتح العياده هنا من 30 سنه ومن 20 سنه زيكم، ويجي عيل قد ابن حفيدي، مش قد حفيدي، قد ابن حفيدي، وياخد ورايا والناس ويخفوا على ايده، ده انا اضرب نفسي بالنار. اقسم بالله انا ممكن اضرب نفسي بالنار. اشوف انا مالي، انا عندي ايه المشكله؟ ايه مشكلتي؟ ايه مشكلتي؟ يعني ليه الناس بسايباني وممشي من عمايلك؟ اما اسلوبك السيء مع الناس، ثانيا الهبد الطبي اللي انت شغال بيه، طب سنه 1917 اللي انت شغال فيه، وفي النهايه انت ما بتكسبش حاجه. انت بتكسب شويه الدراويش، ولا اكثر ولا اقل. وفي النهايه يعني كل الاخطاء التانيه اللي بتؤذي واحد او تؤذي 2 خلاص انا ما بتكلمه، انت حر، كل واحد بيروح يؤذي نفسه. انما لما هتخلق لي مقاومه للمضاد الحيوي الحاسم ده، الكروشال ده اللي اسمه افيروزولايد او لاينزولايد، لما تخلق لي بقى مقاومه منه، انت مش بس بتأذي نفسك ولا بتأذي العيان بتاعك اللي هو حر طالما اختارك، يعني الله يعينه على ما بلاه. لا، ده انت بتبيد بشر بحالهم، بتبيد بشر بحالهم، مش على مستوانا هنا بس في راس الخليج، لا، ده على مستوى كوكب بحاله. وهنشوف ده بنفسنا. الله لا يقدر في خلال 20-30 سنة جاية، الله لا يقدر يا رب العالمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نعقل. سلام.